إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أنه الله لا إله إلا هو ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، الرحمة المهداة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي من النار وأهوالها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. اللهم أنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بحوائجنا فأصلحها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها. لا ترنا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا. أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية، ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التوبة النصوح إخوتي فرض على الأعيان في كل الأحوال والأزمان. والتوبة النصوح اختلفت عبارات العلماء في حدها ومعناها، فقيل هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع، وقيل هي التي لا يحتاج معها إلى توبة، وقيل هي الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإدمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيء الخلان. وقيل التوبة النصوح هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: التوبة النصوح هي أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه. وقيل هي أن تكون لله وجها بلا قفا كما كنت له عند المعصية قفا بلا وجه. وقيل هي أن يكثر صاحبها الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتها بالسلامة. إخوتي، والتوبة النصوح مقبولة من العبد ما لم يغرغر أو يحول بينه وبينها حائل يمنعه منها. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تشرق الشمس من مغربها. واعلم أخي عافاك الله من الذنوب أن التوبة من الذنب قد تكون سببا في القرب والحب. فعن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافر رجل في أرض تنوفة فقال تحت شجرة ومعه راحلته عليها زاده وطعامه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فعلى شرفا فلم ير شيئا، ثم على شرفا فلم ير شيئا، ثم على شرفا فلم ير شيئا، فالتفت فإذا بها قائمة تجر خطامها، فما هو بأفرح بدابته أو براحلته من الله بتوبة عبده إذا تاب إليه. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من دابته، فبيناه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إخوتي، لله أفرح من هذا بدابته، ومن العقيم الوالد، ومن الظمآن الوارد، ومن الضال الواجد. لا إله إلا الله الملك الواحد. إخوتي، أخي، لا تكن من حزب الشيطان وجنده وممن صادهم بشركه، وكن من أعوان الله وحزبه، تفز بحب الله وقربه. لله در أقوام نعمهم ربهم بقربه، حجبهم عن خطرات الوسواس، حمى إقليم قلوبهم عن غبار الشهوات من حمايته بحراس قابلوا أمره بالقبول وقاموا به على العينين والراس. قدموا زاد الأعمال لوحشة القبور وظلمة الأرماس. يا بطال، أبطال ميدان الدجى لله من أبطال. خلع عليهم ربهم خلعة الرضا وناداهم مرحبا بالأحباب الأكياس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنت يا نفسي لماذا تقاعست عنهم؟ لماذا لم تلحقي بهم؟ يا نفس توبي، يا نفسي توبي قبل أن ينكشف الغطاء وأدعى إلى يوم النشور وأزع. فلله عبد خائف من ذنوبه تكاد حاشاه من أسى تتقطع. إذا جنه الليل البهيم رأيته وقد قام في محرابه يتضرع ينادي يا إلهي وسيدي، ومن يهرب العاصي إليه ويجزع. قصدتك يا سؤلي وما لي مشفع سوى حسن ظني حين أرجو وأطمع.
فجد لي بعفو وامح ذنبي ونجني من النار يا مولا يضر وينفع. بهذا ينال الملك والفوز في غد ويجزى نعيما دائما ليس يقطع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فلما مات فعلوا به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. وفي رواية قال: مخافتك يا أرحم الراحمين، فما تلافاه أن غفر له. مع اعتذاري وأمر ربي عصيت، حين تبدي صحائفي ما أتيت. مع اعتذاري إذا وقفت ذليلا، قد نهاني ما أراني انتهيت. يا غنيا عن العباد جميعا وعليما بكل ما قد سعيت، ليس لي حجة ولا لي عذر، فاعف عن زلتي وما قد جنيت. يا من سوف بالتوبة حتى شاب، يا من ضيع في الغفلة أيام الشباب، يا محجوبا بذنوبه عن ربه بحجاب، إذا كنت في الشباب غافلا وفي المشيب مسوفا، متى تقف بالباب؟ كان الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله إذا لمح في مجلسه شابا مسوفا بالتوبة وهو مرتاب يناديه: يا هذا ناديناك وما أجبت، وكم استعجلناك وما عجلت، وكم وبخناك وما خجلت. أما صحبتنا على المجلس فلا تدوم، وإنما أنظرناك حتى تقوم، فكيف بك إن رددناك وما أردناك، أو طردناك وما أعدناك، أو محونا ربوعك ولم نقبل رجوعك. يا تربية اليد، يا ربي الجود، يا غدي الإحسان، كم أصل وتجفو وتمزق ثوب الوداد وأرفو، كم تكذب علي وأعفو. وإذا لمح شيخا لم يتب في مجلسه يناديه: يا هذا أخطأت وأبطأت وأنسأت، كلما فتحنا لك المهل أطلت الأمل وأسأت العمل، عصيتنا في الصبا وعذرناك، وبارزتنا في الشباب وأمهلناك، فلما قاطعتنا في المشيب مقتناك. أفظع منظر يرى يوم القيامة ذو شيبة بيضاء بيده صحيفة سوداء. أعاذني الله وإياكم من ذلك، ووفقنا لأفضل المسالك، فإنما نحن به وإليه ندعوه نرجوه نتوكل عليه. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك يا هذا سرور وغفلة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. إخوتي، عزاؤنا دعاؤنا، ودعاؤنا رجاؤنا، ورجاؤنا عفوه عنا. تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ساويا، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه، وذل مقامي حين أعطى كتابيا، ولكن رجائي فيك ربي وخالقي، بأنك تغفر يا إلهي خطائيا.
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم نجنا من النيران بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك، فإنما نحن بك وإليك، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، والقنا وأنت تضحك إلينا، ونجنا من النار، واجعلنا مع الأبرار، واجعلنا من الأخيار ومع الأبرار ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره يوم لقائك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.